طبعا قاعد اسوي دكة بعد جلسة هنا، طرت علي الحركة هذه كنت محتاجة. بعدين مددت اسلاك كهرباء من هنا تحت، طلعت من هنا، بعدين طلعت من هناك، بعدين طلعت من الزاوية. الحين عاد بيصبون صبة هنا، بعدين سيراميك. يصير بعدين يمديني من هنا اطلع اسلاك سواء لمبات اضافية ولا شواحن. كذلك من هنا السلك هذا اسحب منه اكثر من راس شواحن كهرب، مصادر كهرباء، نفس الموضوع. فالافكار هذه او الطريقة هذه ما يمديك تسويها بعد ما تخلص، فاضطرت علي بالدقيقة الأخيرة تداركنا الحمد لله. هذا بيختصر علي حوسة اسلاك كثير. عندنا اليوم بعض التعديلات للشغل. المفروض انه كهربائي جاني، طبعا شغل مضروب مرة. حط لي زر خارجي، انا ما ابي خارجي ابي داخلي. حط تمديد خارجي شوه المنظر. هذا كله بيعالج، هذا بيشال يوضع نفس هذا داخل، تمام. وانا لما سويت الصبة انتبهت، قلت بمدد كهرب للصبة قبل يحطون سيراميك. فدخلت حوز برتقالي كذا، طلعت منه هنا سلك، هناك طلعت سلك، وهناك في باقي منه شيء. فالآن شو بسوي؟ هنا بيكون فياش، هنا بيكون فياش. بقص الجدار من هنا يكون مجرى السلك، ادخل السلك داخله واحط فياش هنا. نفس الموضوع هذا نهاية السلك، بحط لكم في شيء خدمات يعني قهوة ما قهوة، هيتر هنا. ما انتبهت للنقطة هذه إلا بعدين للأسف، يعني كنت حاطه فوق الطبلة. والمصيبة إني يوم فتحت الطبلون شفت داخل لقيت السلاك نازل تحت بيجي من فوق. يعني هنا ممكن ألغيه، ممكن أقص الجدار بشكل سطحي ودخل السلك بس شوي من هنا، ركب الفيش هنا. والله نرسم عاد بصور لكم إن شاء الله وش بسوي. طبعا هنا بعد بقص الجدار من هنا واحط لمبة هنا وامشي اكمل واحط لمبة هنا. القصة اللي اقصدها عشان يكون السلك داخلها، بعدها احط اسمنت، بعدها اصبغ. فان شاء الله بصور لكم كل اللي يسويه ان شاء الله. من فوق 7 طوبات وتحت 7 شداد، ما فيه حاجة تبي تبقى على حالها. طبعا الحين سويت هذه أول وحدة كانت فيها أخطاء نوعا ما. سويت هذه ما شاء الله مرتبة. هنا تلفيت إشكالية الكيابل حقت عداد البيت، نازل من هنا حكيته بالقشرة بالمساح اللي هي هذه. حطيت مسارين لأن السلك الأسود سلكين، خليت السلك بمسار أساس ما يطلع غطل يدخل هنا عاد وسيع على الموضوع ياخذ راحته. هنا اللي أول كان موجود هذا تذكرونه كالراكب عليه هذا، شلته تحت الجدار بشبك السلك الليد الأول، وهذا السلك الأسود اللي بيوصل هنا وبيوصل هناك وبيوصل بالزاوية بفتح بعد بحط أزرار هنا فياش زي هذه هناك. طبعا بحكم اني يمكن اول مره اشتغل الشغله هذه ومبتدئ في اخطاء تصير، ولكن لطف الله فوق كل شيء. شوفوا هنا قصيت البيبي البرتقالي ما كنت ادري، شوف في شيء داخل السلك صغير، هذا سلك النت يعني لو مكمل يمكن سنتي واحد الفايبر جيم اوفر. الحمد لله. طبعا هذا وسعته عشان يتحمل في الاسلاك او 4 سلكين ابيض واحمر وسلكين سود.
هذا ياخذ بالراحة. بعد اسمنت طق بويه يا مدير. خلصنا الحمد لله شغل دريل وشق جدران كامل. باقي الحين اسمنت. فتحنا هذا اليوم، بيكون هنا تمديد سلكين حق الليد وساك الكهرب. فتحنا سلك الكاميرا الخارجية، فتحنا هنا تمديد السلك اللي مصدره من هنا، هذا هو برفع ان شاء الله. فتحت فتحة للسلك بمدد ان شاء الله من هنا بتكون لمبة. طبعا هذه كلها 4 متر، فمتر لمبة، مترين، بعدين لمبة ومتر. فالمترين هذه بتتغطى من اللمبة هذه ومن اللمبة هذه بس تجي النار بالضبط. وفتحنا الفتحة هذه اللي بناخذ المقدار من السلك هذا الأسود. فالحمد لله. طبعا هنا بعد ما سكرتها باسمنت استعنت بعامل بس من البيت اللي خلفي يوازن لي هذه ويثبتها بصبة اسمنت، لأن خفت أجيب فيها العيد ما تضبط 100%. بس وازن لي هذا اللي وأنا سكرت باسمنت. عالجت التشققات بس باقي إلى الآن هنا المعجون ما كفى، بجيب واحد ثاني بكرة إن شاء الله للتشققات والهذه. خلاص بعدها بوية وتزين الأمور. طبعا هذه النتيجة النهائية. عندي ملاحظة بس هذا طلع مرتفع شوي بس هنا خفيناه. هذا الفيشين كذلك. طبعا هذه من علي اكسبرس 35 ريال. هذه اللمبة اللي مددناها تذكرون، هذه اللمبة الثانية اللي قصينا الجدار. وهذا الفيشين، هنا الفيشين الثانية، هنا الفيشين الثالثة. والحمد لله شغالة ما شاء الله زي اللوز.